اسمع بعد ما تصلي على رسول الله محمد. قصة شاب من الغربية، والموقف ده حدث معايا شخصيا والله العظيم، وأنا أقسم لك بالله. قال لي يا شيخ لو عاوز تقول اسمي قول، عاوز تقول عنواني قول، عاوز تقول مكاني قول. قلت له لا 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 أحب ذلك، أنا من باب الأمانة سأقول من محافظة كذا وفقط. تخيل هيقول إيه؟ قال يا شيخ أنا كنت بعيد أوي عن ربنا، عملت ذنوب بدون تفسير لا يعلمها إلا الله. أنت عارف لما تسمع منه كلمة لا يعلمها إلا الله، يعني حط في عقلك أي ذنب يعني ربما يخطر على بالك. عملت ذنوب لا يعلمها إلا الله، وبعدين مش دي المشكلة. المشكلة إنك تتمادى في الخطأ، المشكلة إنك تفضل هاجر المساجد، المشكلة إنك تفضل بعيد عن ربنا، المشكلة إنك ما تفوقش ألا إذا جاءك ملك الموت والمصيبة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رجعني يا رب الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بقول والله يا شيخ جيت في وقت وقعدت مع نفسي وجبت ورقة وقلم، بالله عليك اديني قلبك قبل عقلك بعد ما تصلي على رسول الله. شوف توبة الشاب ده، وربنا كافئه في الدنيا وسيكافئه في الآخرة. بيقول جبت ورقة وقلم والله يقسم بالله، يقول يا شيخ اكتب الذنب واعمل جنبه خطأ اكس كده، ثم أقول أعاهدك يا رب ألا أعود إليه مرة أخرى، واكتب الذنب اللي بعده واكتب جنبه اكس، وأقول أعاهدك يا رب ألا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، وهكذا. ثم دعوت الله عز وجل بالثبات، وبقالي 2 سنين وأكثر يا عم الشيخ بفضل الله ما تركت لله صلاة ولا فرضا ولا ركعة واحدة. وبفضل الصلاة وببركة الصلاة ربنا سبحانه وتعالى كرهني في كل معصية كنت بعملها. هو أنا لما حافظ على الصلاة ربنا هيكره في قلب المعصية؟ والله مش ربنا قال كده؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو بتعمل معصية ومش قادر تبعد عنها صلي، والصلاة هتكرهك في المعصية. بعمل العادة السرية يا عم الشيخ ومش قادر أبعد عنها، حافظ على الصلاة والصلاة هتكرهك في المعصية. لساني دايما بيقول كلام قبيح يا عم الشيخ، صلي وحافظ على صلاتك والصلاة هتكرهك عن المعصية. ربنا الذي قال ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدين قال لي أقسم لك بالله يا شيخ أنا كنت محتار، يا ترى ربنا قبل توبتي ولا ما قبلهاش؟ ربنا غفر لي ولا ما غفرش؟ الشيطان يعني عمال يدخل لي في بعض الأوقات، يا عم توبة ايه؟ ما هو الشيطان لازم يلاقي لك أي مدخل. يا عم ده انت كنت عايش في لذة وحاجة وحلاوة وشهوات، والدنيا كانت معاك رايقة على الآخر. قافل على نفسك ليه؟ ما تعصي، ما تشرب، ما تزني، ما تتجرأ. الشيطان يعمل لك كده ويسول لك المعصية ويجعل ربنا في قلبك والعياذ بالله أهون الناظرين، فيقول والله حتى أنني جئت في ليلة من الليالي ورأيت في منامي أن القيامة قد قامت، وأن الصراط قد ضرب، وأن الموازين قد نصبت، ويقف الناس واحد واحد أمام العرض على الله، وجاء دوري للحساب فيقول فوقفت، وأوقف الله بجواري ملكا من السماء، ثم سمعت صوت ربي. وهذا جائز في السنة، ربما ترى الله في منامك وتسمع صوت الله في منامك فلا عجب. ثم قال لي الله ما ظنك بي؟ والله ويقسم بالله ويبكي بقلبه، بيقول في المنام في رؤية ربنا سمعت صوت الله وهو يقول ما ظنك بي؟
فقال يا رب ظني فيك أنك غفرت لي. فقال الله أيها الملك خذ هذا الرجل إلى جنة النعيم بجوار الرسول الكريم. قال يا رب ظني فيك أنك غفرت لي. فقال الله أيها الملك خذ هذا الرجل إلى جنة النعيم بجوار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا مش بحكي لك قصة واحد طول حياته في التزام، ولا طول حياته في طاعة، ولا طول حياته في قيام، ولا طول حياته في صيام. لا 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 لا، ده لسه ملتزم، لسه معاهد ربنا إن يكون قريب من ربنا، ولا يترك فرضا لله، وعاهد الله أن لا يرجع إلى الذنوب مرة أخرى. تخيل إن ربنا يديله البشرى الطيبة دي في الدنيا، فما بالكم ببشريات الله له في الآخرة. حافظ على صلاتك تنعم بحياتك في الدنيا والآخرة، تكن لك نورا في حياتك وفي قبرك وفي محشرك وفي صراطك وأمام رب العالمين. وهقول لك اسمع إلى الموقف العجيب، ربما يكن من أعجب المواقف التي تسمعها في حياتك بعدما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الرجال يقول مرض خالي مرضا شديدا، وقرر الأطباء أن يدخل خالي إلى المستشفى وأن يكون معه رفيق، فكنت أنا رفيقه. فيقول والله حدث معي في الحجرة التي بها خالي موقف أغرب من الخيال. هيقول إيه الراجل ده بعدما تصلي على حبيب قلبك محمد؟ بيقول دخلت الحجرة مع خالي وأنا المرافق ليه، وفي نفس الحجرة اللي فيها خالي فيها راجل تاني على سرير المرض. يقول سبحان الله فضلت أيام في الحجرة مع خالي ما سأل عن هذا الرجل أحد، ولا زوجة ولا أولاد ولا جار ولا قريب ولا بعيد ولا عدو ولا حبيب. فيقول أقسم بالله تعجبت من حال هذا الرجل، واحد في المستشفى، واحد في أيامه الأخيرة ومحدش يسأل عنه ولا حتى أولاده. فيقول كلما نظرت إلى هذا الرجل وجدت هذا الرجل يبكي ليل نهار، وعنده كحة لا تنقطع لا في الليل ولا في النهار. كحة أول مرة في حياتي أسمع الصوت ده، عمري في حياتي ما سمعت صوته. أنت متخيل عرف في النهاية إيه؟ في النهاية قبل ما أحكي لك اللي هيحصل بينه وبين الراجل اللي بيحكي عنه ده، قال والله ظل أسبوع كامل يطلع في الروح وهو يذوق سكرات الموت من العذاب أمام عيني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول اتكلمت معاه قلت له يا عم الحاج انت محدش بيسأل عنك ليه؟ انت فين زوجتك؟ انت فين بناتك؟ انت فين أولادك؟ قال له يا ولدي والله ما أوقعني في هذه الحالة إلا أنني ظلمت صاحبا لي ودعا علي وقال حسبي الله ونعم الوكيل فيك وهذه الأموال لن تغنيك. بالله عليك ما تنسى الدعوة دي. واحد صاحبه دعا عليه وقال له حسبي الله ونعم الوكيل فيك وهذه الأموال لن تغنيك. قال له أنا مش فاهم حاجة يا عم الحاج. قال له يا ابني أنا كنت في تجارة وكان واحد من أقرب أصحابي مشاركني في التجارة دي، هو داخل بالمال وأنا داخل بالمجهود والمتابعة. فيكون شهر في الثاني في سنة في الثانية كبرت التجارة وكثر المال وتوسعت الشركات، وبدأ الشيطان يدخل إلى قلبي وإلى عقلي حتى تملك الشيطان مني. فجئت إلى صاحبي هذا وقلت له إن التجارة قد خسرت وإن الديون قد زادت ومش عارف أعمل إيه. يعمل إيه الراجل بقى اللي بنحكي عنه دوت؟ كتب كل
أملاكه وأمواله إلى أولاده بعد أن نصب على صاحبه في عقود بيع وشراء، وبعدما تأكد صاحبه أنه ظلمه ونصب عليه وأكل ماله، وقف أمام وجهه وقال: يا صاحبي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وهذه الأموال لن تغنيك ولن أسامحك أبدا يا صاحبي. وتركه وذهب. قال: والله ما مضت أيام وبعد هذه الدعوة وقعت على فراش المرض وتخلى عني القريب والبعيد، وأول من تخلى عني هم أولادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو رباهم من حرام، وأكلهم من حرام، وركبهم عربيات من حرام، وأعطاهم شركات من حرام، وزوجهم من حرام. تخيل بقى، تخيل كده لما وقع هذا الرجل على فراش الموت يبعت لأولاده: يا أولادي نعم ظلمت فلان وسرقت ماله ونهبته ونصبت، بالله عليكم. تخيل بيستحال على مين؟ على أولاده. بالله عليكم ردوا هذه الأموال إلى صاحبها. قالوا له: يابا. قال لهم: نعم. قالوا له: لما تروح عند ربنا وتبقى تقف بين ايد ربنا ابد صاحبك حقه، اللي جالنا ما بيرجعش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب إليه صاحبه بعدما طلب الرجل المريض أن يسامحه، راح له المستشفى، قال: إن أولادي تخلوا عني، أطلب منك أن تسامحني لوجه الله. فرفض صاحبه وقال: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وهذه الأموال لن تغنيك، وعندما أقف أمامك بين يدي الله لن أسامحك أبدا، ونحن في العرض أمام رب العالمين. ظلم؟ سامحوا صاحبه، ما سامحه. هيجي يوم القيامة وقلبه هيرق؟ أبدا والله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فقال الرجل الذي مع خاله: والله مات أمام عيني وبجواره صاحبه وهو غضبان عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مالك هينفعك؟ والله ما هينفعك. أرضك هتنفعك؟ والله ما هتنفعك. أولادك هينفعوك؟ والله ما هينفعوك. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب أنت اللي قلت مش أنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنت شايف اللي في إيدي ده؟ شعرة. قال النبي أن الصراط أدق من الشعرة. لو حضرتك قاعد في نص المسجد أو قاعد في آخر المسجد، أنا أتحداك إنك أنت تكون شايفها وهي في إيدي دلوقتي، فما بالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك أن الصراط أدق من الشعرة. قال الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لما نزل قول الله تبارك وتعالى على نبيه محمد: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لمن؟ وبرزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يعني ايه يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال النبي: يا عائشة،
إذا جاء هول من أهوال يوم القيامة يسمى الصراط. يعني ايه الصراط؟ بعدما تصلي على حبيب قلبك محمد. خلي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالله عليك تخلي بالك وتبص لي دلوقتي وأنا أقف على منبر رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عن الصراط، انت شايف اللي في ايدي ده؟ شعرة. قال النبي أن الصراط أدق من الشعرة. لو حضرتك قاعد في نص المسجد أو قاعد في آخر المسجد، أنا أتحداك إنك أنت تكون شايفها وهي في إيدي دلوقتي، فما بالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك أن الصراط أدق من الشعرة، زي اللي أنت شايفها دي، وأحد من السيف، ويضرب الصراط على جسر جهنم. جهنم شديدة السواد، شديدة الظلمة، تكاد تميز من الغيظ، تريد أن تلتهم كل من يمر على الصراط، عاوزة تاخده ليها، عاوزة توقعه في النار. وعلى النار كلاليب وخطاطيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آدي النار، آدي جهنم، وعليها الصراط إلا أدق من الشعر كما قال النبي. ومن الأمام باب الجنة يقف عنده رسول الله. أسأل الله أن نكون ممن يعبرون الصراط إلى رسول الله. قولوا آمين. في ناس مش هتلحق تحط رجلها على الصراط، تقع في النار مباشرة والعياذ بالله. فالناس على 3 أصناف: الكافر والعياذ بالله، والمنافق والعياذ بالله، والمؤمن، نسأل الله أن نكون منهم. كل واحد من ال3 دول لحال يختلف عن التاني لما يجي يمر الصراط. ازاي يا عم الشيخ؟ أما عن الكافر، إذا أراد أن يعبر الصراط فلن يستطيع أن يضع قدما واحدة، فيقع في جهنم والعياذ بالله قبل أن يضع قدمه على الصراط. يبقى ما يلحقش يحط رجليه على الصراط، يقع في النار مباشرة والعياذ بالله. ده مين؟ ده الكافر. طيب أما عن المنافق، أما عن المنافق فإنه يضع قدمه على الصراط، يعرف يقف على الصراط، بس خلي بالك الصراط يختلف الحال فيه من حال إلى حال. المؤمن يا أحباب الله عز وجل ينور له صراطه، فربما يرى نورا على الصراط كنور الشمس، وربما يرى نورا كالجبال أمامه، والله عز وجل يوسع له الصراط كأنه طريق يمشي عليه. ده مين؟ ده المؤمن. أسأل الله أن نكون منهم. قولوا آمين. طب المنافق يقول لك يطلع له نور عند إبهام إصبعه في قدمه فقط. شايف صبع الكبير اللي في رجليه؟ يجيله النور يعني يدوبك بس عند إصبعه ده. طب يروح فين؟ يجي منين؟ يعمل ايه؟ يشوف المؤمن الطائع الذي اتبع صراط الله في الدنيا حتى يسهل الله عز وجل عليه الصراط في الآخرة. واحد منافق، واحد كاذب، واحد عاصي، واحد بعيد عن ربنا، واحد بيسب الدين لأمه وأبوه ليل نهار، واحد مقضيها شتو كلام مع النساء والبنات ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحد احنا قاعدين بنصلي الجمعة ولسه نايم على سريره لحد دلوقتي،
واحد بيسمع الأذان وكأنه لم يسمع شيئا، يعمل ايه؟ يرى المؤمن ويرى نور المؤمن، فاكر نفسه ذكي، يعمل ايه؟ اما امشي ورا المؤمن ده هو علشان امشي على النور بتاعه. يعني تخيل كده سلمك الله ان حضرتك ماشي بالمكنة بتاعتك ولا العربية بتاعتك والنور بتاعك عطلان، شفت واحد قدامك العربية بتاعته منورة، تعمل ايه؟ تقول ده انا لو ما مشيتش على النور بتاعه ده انا اعمل حادثة، ده انا اموت، مع فارق التشبيه طبعا. المنافق يريد ان يقتبس من نور المؤمن. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمن يرد عليه ويقول له ايه بقى؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وفي النهاية والعياذ بالله يقع المنافق في جهنم بعد أن تخطفه الكلاليب والعياذ بالله. نسأل الله أن يحرم النار على أجسادنا. تعرف يعني إيه نار؟ ويعني إيه جهنم؟ يعني إحنا قاعدين درجة الحرارة شديدة شوية وخايفين أحسن النور يقطع ومش طايقين بعضنا وإحنا قاعدين. ليه؟ جو حر يا عم الشيخ، الواحد هيموت من الحر. فما بالكم أن جهنم ثيابها من نار وطعامها من نار وشرابها من نار ولباسها من نار. نسأل الله أن يحرم جسدنا عن النار أجمعين. قولوا آمين. دي حاجة كده في الدنيا، يعني حاجة سهلة وحاجة هينة. الناس اللي بعيدة عن ربنا بالله عليكم هنعمل ايه في أرض المحشر؟ وهنعمل ايه على الصراط؟ وهنعمل ايه عند تطاير الصحف؟ وهنعمل ايه إذا نصب الميزان؟ أسأل الله أن ينجنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل منا عمله أمامه وينادي مناد من السماء: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما عن المؤمن الذي كان في طريق ربه، الذي اتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يخليه يعبر الصراط في أمان وسلام. ويكفي أن المؤمن إذا وضع، بالله عليك اسمع الجملة دي، ويكفي أن المؤمن الطائع التائب إذا وضع قدمه على الصراط الذي يراه عند باب الجنة هو رسول الله محمد، ويدعو رسول الله له ويقول: يا رب سلم سلم، يا رب جنتك جنتك، يا رب سلم ليه الصراط، ويا رب خليه يعبره ويخش الجنة. يا أخي أنت متخيل يا مؤمن يا طائع يا تائب يا عابد أن الذي يدعو لك هو من؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ده ربنا أحيا له أولاده ورد زوجته لسن الشباب فأنجبت له 26 ذكر ولد بقدرة من؟ بقدرة الله. الدنيا يعني ضيقة عليك شوية وربنا خلاك فقير، علشان فقير بتسخط عن قضاء ربنا وتقول له: يا رب اشمعنى أنا؟ عشان وقعت في دين تقول له: يا رب، ويا رب يعني ما فيش الا انا، وتسخط عن قضاء ربنا. ربنا ابتلاك بشوية مرض قعدت شهر ولا شهرين، اوعى تسخط عن قضاء ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. تعالى كده مش هطول عليك، وتعالى شوف سيدنا أيوب كان مبتلى في ايه. تخيل بقى لك أن تتخيل أن الله عز وجل
ابتلاه في ماله وفي أرضه، وابتلاه الله عز وجل في أولاده. أهم حاجة الصحة يا عم الشيخ، لا، ابتلاه الله عز وجل في صحته وعافيته. في بلاء تاني فاضل له ايه علشان ربنا يبتليه بيه؟ تخيل كده سيدنا أيوب كان عنده من الأراضي ما شاء الله، وكان عنده الخدم بيشتغلوا عنده خدامين في أرضه. ابتلاه الله عز وجل في ماله وفي أرضه، فأصبح لا يملك من حطام الدنيا أي شيء. عنده أولاد يا عم الشيخ وهيشتغلوا وربنا هيعوضوا خير. لا يا سيدي، ابتلاه الله عز وجل في جميع أولاده، فمات الذكور والإناث، يعني ولا ولد ولا بنت. طب يا عم الشيخ يعني عنده صحة وهيشتغل وهيخلف وهيرجع أرضه تاني؟ لا والله العظيم، ابتلاه الله عز وجل في جسده وصحته وعافيته، فأصبح سيدنا أيوب مبتلى في جسده بالكامل إلا لسانه وقلبه يوحد بهما الله. تخيل ما فيش حاجة في جسمه سليمة إلا قلبه وإيه؟ ولسانه، علشان يذكر ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. سيدنا أيوب بقى يا كرام، قال بعض أهل العلم إن هو ظل في البلاء ده 13 سنة، وبعضهم قال إن هو ظل في البلاء ده 18 سنة، وهذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم. تخيل يقعد في البلاء ده كم سنة؟ 18 سنة. وأنا ممكن أروح أستلف 1000 جنيه ما كملش أسبوع وأفضل يا رب وتسخط عن قضاء ربنا. تخيل سيدنا أيوب قعد 18 سنة مبتلى في أولاده، عياله، أرضه، ماله، صحته وعافيته، وتخلى عنه القريب قبل البعيد إلا 2 بس من أصحابه. فواحد منهم قاعد مع سيدنا أيوب في مرة بيقول له: يا نبي الله، أنت ومن أنت؟ أنت نبي الله، أنت مجاب الدعوة، ادعو ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك ويخرجك من البلاء ده. تخيل سيدنا أيوب علشان يعلمني ويعلمك ويعلم الدنيا كلها يقول لصاحبه إيه؟ يقول له: والله أنا مكسوف أدعي ربنا. ليه يا نبي الله؟ يقول له: أنا قعدت 70 سنة في صحة وفي عافية وفي مال وفي أولاد علشان 18 سنة أقول له: يا رب رد لي أولادي ومالي وجسدي وصحتي. سبحان الله العظيم. تذكر النعمة قبل إيه؟ قبل النقمة. لحد ما سيدنا أيوب يعني خلاص ما فيش حل، لدرجة إن زوجته، تخيل بقى، أصبحت تشتغل خادمة عند الناس حتى تنفق على نبي الله أيوب. وقرأت أنها باعت أظافر شعرها، ضوافر شعرها، علشان تنفق على زوجها. دلوقتي بقى إلا من رحم ربي، مسافر إيطاليا هوافق، محدش يزعل من الجماعة اللي مسافرين، مش مسافر إيطاليا لا يابا أنا مش موافقة لحد ما يجي واحد غير يكون إيه؟ يكون مسافر. إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. أنت عارف الجوازات دي ما بنكملش 2 3 وبنتدخل لهم في مشاكل، لأنه بص على السفر بس وبص على الفلوس بس. طب يا عم بص على الدين، مش مهم يا عم الشيخ، بكرة ربنا يهديه. يا عم بص على الأخلاق علشان يتقي ربنا في بنتك، هندعي له يا شيخ بالهداية، إن شاء الله هندعي له بالهداية. طب يا عم ما تاخد الفقير اللي على قد حاله وادعي له إن ربنا يوسع عليه، زي ما بتاخد اللي ما عندوش أخلاق بس عنده فلوس وتقول ربنا هيهديه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع تاني علشان ما تسرحش مني بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. أنا طبعا الكلام بقوله إلا من رحم ربي، الكلام مش على العموم، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. أسأل الله أن يهدينا جميعا، كله أمين. نرجع تاني، باعت ضوافر شعرها علشان تنفق على زوجها سيدنا أيوب. سيدنا أيوب لما عرف كده صعب عليه حاله وحال زوجته، فيقول له ربنا إيه؟ شوف بقى الأدب مع ربنا، يقول إيه؟ يقول سيدنا أيوب: وأيوب إذ نادى ربه. يبقى أول حاجة لجأ لمين؟ لربنا. لأنك والله لما تلاقي كل الأبواب مغلقة
هو باب واحد الذي لا يغلق في وجه أحد أبدا، ألا وهو باب من؟ سبحانه وتعالى وجل في علاه. لجأ لربنا وبعدين يقول له يا رب إيه؟ أني مسني الضر. يا رب والله أنا مكسوف وأنا بدعيك، يعني حاجة لا مسني الضر. تخيل بقى مبتلى في ماله وفي أهله وفي صحته وعافيته وفي أولاده وفي أرضه مفيش، ويقول له يا رب يعني هي حاجة بسيطة يا رب، أني مسني الضر. وبعدين شوف الختام الجميل بقى، يقول له ربنا إيه؟ وأنت أرحم إيه؟ الراحمين. لأنه عارف إن بلاء ربنا رحمة، بلاء ربنا رحمة، وأن الله إذا أحب عبدا إيه؟ والله ابتلاك علشان بيحبك، وابتلاك علشان تقرب منه، وابتلاك علشان يطهرك من ذنوبك سبحانه وتعالى وجل في علاه. قال له ربنا يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتأتيه الإجابة الفورية من رب البرية، فيقول الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اسمع فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. انت عارف معنى الآية دي ايه بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد؟ اوعى تنسى ان هو لجأ لمين؟ لجأ لربنا. سيدنا عبد الله بن عباس يقول للنبي محمد يا رسول الله يعني ايه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الى اخر الآية. شوف النبي يقول لإيه سيدنا عبد الله بن عباس، يقول النبي يا ابن عباس فاستجبنا له أي استجبنا له دعاءه ورفعنا عنه بلاءه ورد الله عز وجل له أرضه وأحيا الله له ولده ورد الله عز وجل له صحته وعافيته، وذلك بقدرة من؟ والله مش كده وبس، اسمع إلى العجب العجاب بعدما تصلي على سيد الأحباب. يعني إيه بقى؟ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يقول النبي يا ابن عباس فأحيا الله عز وجل له أولاده ورد الله له زوجته إلى سن الشباب فأنجبت له 26 ذكرا بقدرة الله. ده مش كده وبس، ده ربنا أحيا له أولاده ورد زوجته لسن الشباب فأنجبت له 26 ذكر ولد بقدرة من؟ بقدرة الله. والله أنت متأثر والكلام واخدك، يعني يمكن متأثر علشان الدنيا جاية عليك. والله يا عم الشيخ خد الدعاء ده، دعاء سيدنا أيوب، والجأ لربنا بيه وخلي في قلبك حسن ظن في الله أن الذي يرفع عنك البلاء هو من؟ لما تقع في أي بلاء اسجد لربنا أو ارفع إيدك لربنا وقول له يا رب يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم. صاحب السوء أول واحد هيغدر به هو أنت، وأول واحد هيمكر به هو أنت، وأول واحد هيضحك عليه هو أنت. إزاي يا عم الشيخ؟ 2 صحاب سوء، وهم الاتنين صحاب إيه؟ صحاب سوء. ولما أنت تكون مصاحب واحد سوء والله العظيم ما هيفرق معاه ولا أنت ولا بنتك ولا زوجتك ولا أولادك ولا فلوسك ولا الدنيا كلها. ليه؟ علشان هو صاحب سوء. قعد مع صاحبه قال له يا صاحبي، قال له ايه؟ قال له انا هتفق معاك على حاجة حلوة قوي. قال له ماشي معاك. قال له انت عارف امام المسجد الفلاني؟ قال له يعني. قال له يوم او يومين في الاسبوع كده كل اللي عليك تروح تقعد معاه ساعة وعاوزك تشغله. اشغله ازاي؟ اسأله سؤال، كلمه في مشكلة، يخش معاك يمين خش معاه شمال، المهم ما تقومش معاه قبل ساعة. طب وبعدين مقابل ايه؟ قال له مقابل الاجر ده.
قال له وانت؟ قال له بصراحة أنا براود زوجته عن نفسها وعاوز أقع معها في الحرام. أسأل الله أن يحفظ فروجنا أجمعين، قولوا آمين. قال له عم سهل، قبضني وأنا أقعد لك الشيخ للفجر مش ساعة بس. وبدأ تفكير الشياطين، ولكن يا أسفاه شياطين الإنس ربما تكن أقوى من شياطين الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صاحبنا يقبض ويروح يقعد مع الشيخ ساعة ساعتين يكلمه يمين شمال وما يقومش معاه لما صاحبه يرن عليه، يديله رنة كده بس ان انا عاوز تقوم مع الشيخ، خلاص قوم انا خلصت. مرة في التانية ويظن الصاحب الثاني الذي يمكر على الشيخ أو الإمام أن صاحب السوء الأول مع زوجة الإمام، ويقعد مع نفسه مرة من المرات يقول إيه اللي أنا بعمله ده؟ ومع مين؟ مع راجل بيقول قال الله وقال رسول الله والله لا أحكي له ما أنا فيه. جه في المرة دي وقعد مع الشيخ وقال له يا عم الشيخ انتوا بتقولوا ان ربنا غفور رحيم؟ قال له قال له انا هقول لك على حاجة وبالله عليك تسامحني. قال له قول. قال له انا باجي اقعد معاك مش علشان اسألك ولا علشان عندي مشاكل، علشان ليا صاحب سوء بيديني مقابل. قال له مقابل لإيه يا ابني؟ قال له علشان يزني مع زوجتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له مع زوجتي أنا يا ابني؟ قال له قال له يا ابني إزاي؟ قال له إيه يا عم الشيخ؟ قال له يا ابني الشيخ اللي بيقول، قال له ده أنا زوجتي متوفية بقالها أكتر من 5-6 سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له يا ابني الشيخ اللي بيقول، قال له ده أنا زوجتي متوفية بقالها أكتر من 5-6 سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام صاحب السوء ثم جرى على بيته فوجد صاحبه صاحب السوء يزني مع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوجد صاحبه صاحب السوء يزني مع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا قلت لك صاحب السوء أول واحد هيغدر به وأنت قاعد وفاكر نفسه قاعد مع الشيخ بيله الشيخ، وصاحب السوء الأول يظن أنه يزني مع زوجة الشيخ، وللأسف وجده في النهاية يقع مع زوجته اللي هو إيه؟ اللي بيقول عليه صاحبه، بس ما ينفعش يبقى صاحبه. ليه؟ لأنه هو صاحبه على معصية الله بس، فكان من عقاب الله له في الدنيا لصاحب السوء أنه أوقعه مع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب واحد يعينك على طاعة ربنا، خاصة في الزمن اللي احنا عايشين فيه، لأن المعصية فيه بقت أسهل مما تتخيل. واللي هيصاحبك علشان معصية ربنا انصحه مرة واتنين، إما استجابش ابعد عنه. ومش معنى ابعد عنه إنك ما تكلموش خالص، ما يكونش بينك وبينه سلام ربنا، ده يبقى قطع أرحام. لا، أمال يا عم الشيخ؟ يبقى يكون اللي بينك وبينه سلام ربنا، ما تجمعكش بينك وبينه قعدة، ما يجمعكش بينك وبينه سيجارة، ما يجمعكش بينك وبينه فلوس حرام، ما يجمعكش بينك وبينه معصية ربنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. والله العظيم أنا قاعد زي ما قاعد مع حضراتكم كده، وقاعد بحفظ الأولاد القرآن. من سنين كان عندي بنت بتحفظ عندي القرآن، وبفضل الله ختمت القرآن، وهي دلوقتي في سن الجامعة. فالمهم جات لي قالت لي يا شيخ محمد معلش هحكي لحضرتك على حاجة في 5 دقايق وهقوم علشان تكمل تحفيظ للأولاد. قلت لها اتفضلي. قالت لي أنا هحكي لك موقف غريب قوي، وعمالة تضحك. هتقول إيه بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد؟ تقول يا شيخ أنا مرات أخويا متجوزة أخويا بقالها سنين، وربنا سبحانه وتعالى ما قدرش ليها الحمل ولا الإنجاب. أنا من بلد أرياف، وعندنا في الأرياف يعني لو بلدنا 40-50 ألف تلاقي ال40-50 ألف يعرفوا بعض. صلى على حبيب قلبك محمد.
وانا بصراحة مش عارف دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، صلى على النبي. فبتقول مفيش مرة بتخرج من البيت الا ما بتيجي معيطة. ليه؟ هو انت لسه ما حملتيش؟ لا والله. فبتقول يا عم الشيخ ترجع معيطة، تروح عند اهلها يوم ترجع معيطة، تروح تشتري حاجة ترجع معيطة. ما هي الناس إلا من رحم رب الناس تظن أن الأرزاق بيد الناس ولا تظن أن الأرزاق بيد رب الناس. يا جماعة الأرزاق بيد ربنا، والعطاء والمنع بيد ربنا، والشفاء والمرض بيد ربنا، والغنى والفقر بيد ربنا. ما نحن إلا مجرد أسباب. والله لو في حاجة في جسمك تعباك وروح لأشطر وأغلى دكتور في العالم ويكتب لك أغلى وأنظف نوع من العلاج، لا تشفى إلا بقدرة من؟ ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. المهم علشان ما تسرحش مني، قلت لها وبعدين؟ قالت لي يا شيخ جت في مرة زي ما أنا بحكي لك كده، فقعدت معاها وقلت لها بقول لك إيه؟ قالت لي قولي. قلت لها أنا سمعت كذا مقطع للشيخ محمد صبرا وهو بيقول أن الصلاة على الرسول تفرج الهموم والكروب. الصلاة على تفرج الهموم. قالت لها انت جربه ومش خسرانة حاجة. قالت والله يا شيخ ما قعدتش اسبوع، بس الاسبوع ده بتصلي على النبي بقلبها، وهي بتغسل بتصلي على النبي، وهي بتمسح بتصلي على النبي، وهي بتطبخ بتصلي على النبي. لسانها ما مل ولا كل من الصلاة على رسول الله محمد. وما مضت أيام إلا ورزقت بحمل ببركة الصلاة على رسول الله محمد. هذا موقف حاصل معايا شخصيا اهو، ولا أقول لك سمعت من فلان ولا علان. أنا أعرف البنت وأعرف أخوها وأعرف زوجة أخوها. المطلوب من حضرتك والله لو عاوز تكون أسعد الناس في الدنيا والآخرة، خلي لك ورد في الصلاة على النبي محمد. وانت خارج من بيتك رايح شغلك خلي لك ورد في الوقت ده. بيتك بعيد شوية عن المسجد وانت جاي المسجد لحد ما تخرج من بيتك وتيجي المسجد، خلي لك ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مضغوط والدنيا والفلوس والزوجة والأولاد والبيت والأرض والغيط، خلي لك كل يوم 10 دقايق في الصلاة على النبي محمد. قبل ما تنام خلي لك ربع ساعة في الصلاة على النبي محمد. أول ما تحط راسك على المخدة لحد ما تروح في النوم خلي لك ورد في الصلاة على النبي محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة بس، يعني تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما تقول كده اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انت كده صليت على النبي كم مرة؟ ربنا صلى عليك 10 مرات، والملائكة صلت عليك 10 مرات، وربنا أعطاك 10 حسنات وغفر لك 10 سيئات كما قال صلى الله عليه وسلم. هاخدك بقى في ثانية كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي يصلي على النبي مرة ربنا يصلي عليه كم مرة؟ طب انت عرفتي بتصلي على النبي ازاي؟ عرفت يعني ايه ربنا يصلي على اللي بيصلي على النبي. قال أهل العلم معنى صلاة الله على من يصلي على رسول الله أي أن الله يرحمه. يبقى ربنا يرحم اللي بيصلي على مين؟ على النبي. زي ما قلت لك على المنبر، ومعنى رحمة الله بالعبد يعني تشمل الدنيا والآخرة. اللي احنا بنتكلم فيها رحمة الله بمن يصلي على رسول الله في الدنيا أن يباعد بينه وبين الهم والغم. خلي بالك انت لو في حاجة جسمك تعباك دي سهلة، والله العظيم بجد سهلة. ليه؟ بروح عند دكتور وبيكتب لي الدواء والشافي من؟ الله. لكن تلاقي واحد يقول لك أنا مخنوق بس مش عارف ليه. هو ده الهم. أنا متضايق ومش عارف ليه. أنا ما معرفش أنام ومش عارف. أنا تعب اللي حواليه ومش عارف ليه. اللي هيخرجك من الهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يرحمك في الآخرة أن يباعد بينك وبين النار وأن يجعلك في الجنة مع النبي المختار. كله أمين. طب صلاة الملائكة يعني إيه الملائكة؟
تصلي على اللي بيصلي على النبي. قال أهل العلم معنى صلاة الملائكة على من يصلي على النبي أن الملائكة تدعو له وتستغفر الله له. أنت تعبان، ابنك بيمتحن، زوجتك تعباك، الملائكة تدعي لك باللي انت فيه، ودعاء الملائكة مقبول، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتستغفر ربنا ليك. يا أخي انت بالله عليك عاوز ايه تاني أكتر من كده؟ يا رب اغفر له، يا رب سامحه، يا رب توب عليه، يا رب اجعله. تدعي لك الملائكة، تدعي لك باللي انت واقع فيه، وتدعي ربنا ان ربنا يغفر لك ويسامحك ويتوب عليك. نعدي وربنا سبحانه وتعالى لما تصلي على النبي مرة يديك كم حسنة؟ 10. والحسنة عند ربنا مش بحسنة، حسنة عند ربنا بإيه؟ ب10. يبقى أنت لما تصلي على النبي مرة ربنا يديك كم حسنة؟ 100 حسنة. نسأل الله أن نكون منهم. ويغفر الله لك عز وجل من السيئات 10. يعني لما أنت تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ادله 100 حسنة وشيلوا عنه 10 سيئات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعد قلوبنا بالصلاة على رسول الله محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. صاحب واحد عنده أخلاق، صاحب واحد طيب، صاحب واحد يعرف ربنا، صاحب واحد ياخد بإيدك للمساجد، صاحب واحد وافي مش بتاع مصلحته. بقى انا بكلمك بالفلاحي خالص اهو، صاحب واحد مش بتاع معصيه. طيب انا اعمل ايه يا عم الشيخ؟ ده انا متربي معاهم تربيه عمر. انصحه مره واتنين، لو هو بعيد عن ربنا ما استجابش ليك ابعد عنه، واجعل ما بينك وبينه سلام الله. انت عارف ليه؟ لانك انت لو متدين خاف على نفسك. اخاف على نفسي ازاي؟ هيجرني للمعصية. والله العظيم واحد رايح يشتكي الشيخ، وأنا أقسم لك بالله من على منبر رسول الله، بيقول له يا عم الشيخ ابني بعد ما كان أول واحد في المسجد دلوقتي بعالجه من المخدرات. وأنا أقسم لك بالله، تخيل شاب عنده 20 سنة أو حاجة و20 سنة، قبل الأذان كان في الصف الأول وأبوه مربيه على كده، بعد كده بقى مدمن مخدرات. ليه؟ ما هو ما قدرش يهدي أصحابه، ما قدرش يكون سبب، هم جروه لطريق المعصية. فأنت صاحبك لو بعيد عن ربنا انصحه مرة واتنين، وجهه مرة واتنين، ما استجابش ابعد أحسن ليك، أصل مش هينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. أما الصاحب الطيب لو انت حتى يعني حاشر نفسك كده في وسط الصالحين، طب والله العظيم هيجوا يوم القيامة لو انت من اهل النار هيخرجوك من النار ويدخلوك الجنة. لا دي محتاجة تتعدي. صلي على رسول الله. لو انت مصاحب واحد طيب وبتجاهد نفسك بس انت بتعمل معاصي، هيجي يوم القيامة لو انت من اهل النار صاحبك الطيب ده هيدخلك الجنة. مش ربنا اللي قال كده؟ ربنا اللي قال كده. قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا إيه؟ إلا المتقين. أنت عارف معنى الآية دي؟ الآية دي معناها يعني في يوم القيامة ربنا لما يجي يحاسب الناس أصحاب السوء هيتبرأوا من بعض، هيبعدوا. يا رب ده هو اللي قال لي اشرب، يا رب ده هو اللي قال لي كلم، يا رب ده هو اللي قال لي اعصي، ويتبرأ كل منهم من الآخر إلا المتقين، إلا أصحاب التقوى، إلا اللي عرفوا بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. تخيل بقى ربنا ينادي على المتقين بقى، أصحاب الوجوه الطيبة، الأصحاب الطيبين اللي كانوا بيعينوا بعض على طاعة ربنا. ربنا يقول ايه؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أزواجكم مش معناها زوجتك، أزواجكم معناها أصحابكم.
ربنا يقول لك خش انت وصاحبك الجنة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب إلى أسأل الله أن يرزقنا نعيم الجنة، قولوا آمين. كان بيصلي معايا يا رب، يعني كنت بقول له تعالى صلي، كنت بقول له اقرأ قرآن، كنت بقول له احضر درس علم، كنت بقول له تصدق، كنت بقول له صوم، بس هو كان بعيد شوية، يعني كان معانا شوية وبعيد شوية. تخيل بقى لما تيجي تخش الجنة صاحبك بقى دوت انت ما تلاقوش معاك، تحس ان في حاجة ناقصاك، فتروح تشفع له عند ربنا. والله انت مش مصدقني، والله العظيم بكلمك بجد، اللي انا بقوله لك دوت موجود في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة اسمها الشفاعة، من انواع الشفاعات شفاعة ربنا، شفاعة الانبياء، شفاعة الاصحاب، شفاعة الملائكة. في حاجة اسمها شفاعة الصاحب للصاحب، والله العظيم يروح لربنا ويقول له يا رب صاحبي انا عاوز يكون معايا في الجنة، وصاحبه ده في النار بيتعذب، عاوز يكون معايا في الجنة يا رب، فيقبل الله عز وجل شفاعة صاحبه فيه برحمة الله، فيأمر الله بأن يخرج صاحبه من النار ويدخل الجنة مع صاحبه برحمة الله العزيز الغفار. عشان كده أنا بقول لك فكر أنت مصاحب مين، وبتقعد مع مين، وبتعمل إيه مع مين. أنت عارف صاحب السوء أول من يغدر بصاحبه. صاحب السوء اللي أنت عرفته على السجارة بس، سامحني بالله عليك سامحني يا معلش، اللي أنت عرفته على الحشيش بس، اللي أنت عرفته على النساء بس، أول واحد هيغدر به هو أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو الدنيا تسكرت في وشك لا تحزن إن الله معك. لو أبواب الرزق ضيقة عليك لا تحزن إن الله معك. لو الدنيا جاية عليك لا تحزن إن الله معك. ومن توكل على الله كفاه وكفى بالله وكيلا. والله هحكي لك موقف سريعا كده، مش لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل ولا صحابي من الصحابة. قصة بنت علمت الدنيا معنى التوكل على الله. بنت علمت الدنيا أن الأرزاق كلها على من؟ على الله. بنت سيدنا حاتم الأصم، تابعي جليل، جمع زوجته وأولاده وقال لهم أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام، رايح أحج. ولاده يقولوا له يابا هتروح تحج ازاي وتسيبنا؟ مين اللي يأكلنا ومين اللي يشربنا؟ احنا يعني انت اللي بترزقنا. فقالت البنت يا أبي اذهب فأنت لست برزاق، فإن الذي سيرزقنا هو من؟ هو الله. يا أبي اذهب فأنت لست برزاق، فإن الذي سيرزقنا هو من؟ هو الله. بنت 20-18 سنة تقول له يابا روح، عاوز تروح تحج روح، مش انت اللي بترزقنا يابا، ده اللي بيرزقنا الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة. بالله عليك لو خايف على رزقك اسمع الموقف ده، لو خايف على شغلك وتجارتك اسمع الموقف ده. يا أبانا اذهب فأنت لست برزاق، إن الذي يرزقنا هو الله. وخرج حاتم الأصم، ويوم والتاني والدنيا تفضل تضيق أكتر على أهل بيت حاتم الأصم. فالبنت تدعي ربنا وتقول يا رب توكلت عليك فأنت الرزاق، فاللهم لا تخجلني بين إخوتي. يا رب ما تكسفنيش وسطهم، أنا قلت أنت الرزاق يا رب. فتأتيه الإجابة الفورية من رب البرية، فيمر أمير المكان على البلدة بأكملها ليطمئن على حالها، ثم يقف ويشعر الأمير بعطش شديد
ما شعر مثله قط، عمره في حياته ما عطش زي الوقت ده. ثم يقف ويقول لجنوده ائتوني بالماء فأنا في عطش شديد. يقف الجنود قدام بيت مين؟ قدام بيت حاتم الأصم. والذي دبر كل ذلك هو الله. يخبط على الباب: إن أميركم يشعر بالعطش. فيأتون بكوب من الماء فيشرب الأمير، وبأمر الله تبارك وتعالى يشعر بأنه يشرب العسل وليس الماء. والذي وضع اللذة في الماء من؟ الله. يشعر بأنه يشرب العسل وليس الماء. والذي وضع اللذة في الماء من؟ الله. يشرب الأمير كوب الماء. ده أنا مش بشرب مية، ده أنا بشرب عسل. بيت من هذا؟ يقول للجنود، فيقولون إنه بيت حاتم الأصم. فيقول حاتم الأصم: الرجل الطيب الصالح. فيقولون: نعم. فيقول: وأين هو؟ فيقولون: إنه ذهب ليحج بيت الله الحرام. يعني مش موجود؟ لا. امال مين اللي بيصرف عليكم؟ محدش، ربنا سبحانه وتعالى. فيخرج الأمير ما معه من مال ويضعه لهم، ويقول لجنوده: من أحب الأمير فليفعل مثل ما فعلت. والله اللي مش بيحبه هيحبه في الوقت ده. ازاي؟ كل الجنود يخرجوا ما معهم من مال ويعطوه للبنت ولأمها، ثم يذهبون. فتدخل البنت وتبكي بكاء شديدا، فتقول أمها: ولما تبكين وقد رزقنا الله وقد وسع الله علينا، ده احنا بقينا من أغنى الأغنياء. فقالت: يا أماه، هذا لأن مخلوقا نظر إلينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ ما توحد الله. فقالت: يا أماه، هذا لأن مخلوقا نظر إلينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ ما توحد الله. قالت لها: دي نظرة من عبد مخلوق، نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ يا عم سيبها على ربنا، ما تحسبش ليها، أصل لو حسبت لها هتتعب. فالأرزاق بيد من؟ بيد الله. صاحب السوء أول واحد هيغدر به هو أنت، وأول واحد هيمكر به هو أنت، وأول واحد هيضحك عليه هو أنت. إزاي يا عم الشيخ؟ 2 صحاب سوء، وهم الاتنين صحاب إيه؟ صحاب سوء. ولما أنت تكون مصاحب واحد سوء، والله العظيم ما هيفرق معاه، ولا أنت ولا بنتك ولا زوجتك ولا أولادك ولا فلوسك ولا الدنيا كلها. ليه؟ علشان هو صاحب سوء. قعد مع صاحبه قال له: يا صاحبي. قال له: ايه؟ قال له: انا هتفق معاك على حاجة حلوة قوي. قال له: ماشي معاك. قال له: انت عارف امام المسجد الفلاني؟ قال له: يعني. قال له: يوم او يومين في الاسبوع كده، كل اللي عليك تروح تقعد معاه ساعة، وعاوزك تشغله. اشغله ازاي؟ اسأله سؤال، كلمه في مشكلة، يخش معاك يمين خش معاه شمال، المهم ما تقومش معاه قبل ساعة. طب وبعدين مقابل ايه؟ قال له: مقابل الاجر ده. قال له: وانت؟ قال له: بصراحة انا براود زوجته عن نفسها وعاوز اقع معاها في الحرام. اسأل الله ان يحفظ فروجنا اجمعين، قولوا امين. قال له: عم سهل، قبضني وانا اقعد لك الشيخ للفجر، مش ساعة بس. وبدأ تفكير الشياطين، ولكن يا أسفاه شياطين الإنس ربما تكن أقوى من شياطين الجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صاحبنا يقبض ويروح يقعد مع الشيخ ساعة ساعتين، يكلمه يمين شمال،
وما يقومش معاه لما صاحبه يرن عليه، يديله رنه كده بس ان انا ايه عاوز تقوم مع الشيخ، خلاص قوم انا خلصت. مره في الثانيه ويظن الصاحب الثاني الذي يمكر على الشيخ او الامام ان صاحب السوء الاول مع زوجة الامام، ويقعد مع نفسه مرة من المرات يقول ايه اللي انا بعمله ده، ومع مين؟ مع راجل بيقول قال الله وقال رسول الله والله لأحكي له ما أنا فيه. جه في المرة دي وقعد مع الشيخ وقال له يا عم الشيخ انتوا بتقولوا ان ربنا غفور رحيم؟ قال له اه. قال له انا هقول لك على حاجة وبالله عليك تسامحني. قال له قول. قال له انا باجي اقعد معاك مش علشان اسألك ولا علشان عندي مشاكل، علشان ليا صاحب سوء بيديني مقابل. قال له مقابل لإيه يا ابني؟ قال له علشان يزني مع زوجتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له مع زوجتي أنا يا ابني؟ قال له آه. قال له يا ابني إزاي؟ قال له إيه يا عم الشيخ؟ قال له يا ابني الشيخ اللي بيقول، قال له ده أنا زوجتي متوفية بقالها أكتر من 5-6 سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له يا ابني الشيخ اللي بيقول، قال له ده أنا زوجتي متوفية بقالها أكتر من 5-6 سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام صاحب السوء ثم جرى على بيته فوجد صاحبه صاحب السوء يزني مع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فوجد صاحبه صاحب السوء يزني مع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا قلت لك صاحب السوء أول واحد هيغدر به وأنت قاعد وفاكر نفسه قاعد مع الشيخ بيله الشيخ، وصاحب السوء الأول يظن أنه يزني مع زوجة الشيخ، وللأسف وجده في النهاية يقع مع زوجته اللي هو إيه؟ اللي بيقول عليه صاحبه، بس ما ينفعش يبقى صاحبه. ليه؟ لأنه هو صاحبه على معصية الله بس، فكان من عقاب الله له في الدنيا لصاحب السوء أنه أوقعه مع زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب واحد يعينك على طاعة ربنا، خاصة في الزمن اللي احنا عايشين فيه، لأن المعصية فيه بقت أسهل مما تتخيل. واللي هيصاحبك علشان معصية ربنا انصحه مرة واتنين، إن ما استجابش ابعد عنه. ومش معنى ابعد عنه إنك ما تكلموش خالص، ما يكونش بينك وبينه سلام ربنا، ده يبقى قطع أرحام. لا، أمال يا عم الشيخ؟ يبقى يكون اللي بينك وبينه سلام ربنا، ما تجمعكش بينك وبينه قعدة، ما يجمعكش بينك وبينه سيجارة، ما يجمعكش بينك وبينه فلوس حرام، ما يجمعكش بينك وبينه معصية ربنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه.